بلملم بن جعفر عليه السلام. نعود إلى إخوتي وأعزتي من فرقة إنشاد العتبة الكاظمية المقدسة وملا مصطفى الكناني. ملا مصطفى يا حبيبي، فرقة إنشاد العتبة الكاظمية المقدسة، طبعا يعني بما أنه أنا جزء من هاي الفرقة المباركة وخادم من خدام باب الحوائج سلام الله عليه، وأكون خادم لكم يا أحبابي. نحب أن توضحون للناس من أنه شعوركم لما توقفون بأداء التحية على مدار 3 مرات في اليوم للإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام. لأن أنت الآن لما تريد توقف مثلا رئيس وزراء، مثلا رئيس وزراء توقف قدامه، لازم تستعد، لازم سوف زين هذا الإمام المعصوم المفترض الطاعة اللي هو رئيس الوزراء، وكل الناس تروح لفدوة للإمام المعصوم، صحيح ولا مو صحيح؟ هو إمامين مثل ما تفضلت عفوا، الإمامين الجوادين عليهما السلام. فشنو شعورك لما توقف أمام الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد بن علي الجواد وأنت تأدي تحية السلام؟ طبعا وهذا السؤال هم موجهته لكم. يعني حقيقة قبل الجواب، هو أصلا احنا يعني لنا الفخر أن ننتمي إلى هذا المكان المبارك، مكان الإمامين موسى والجواد سلام الله يعني، سلام الله يعني. والكل طبعا ما نخفي، أكيد الكل شركاء بهاي الخدمة. أحسنت، الكل شركاء. ولما تطلع من البيت الكل تقول لك نسألكم الدعاء، أيوة، لا تنسونا يم الإمامين موسى والجواد. فحقيقة عندما نقف لقراءة نشيد العتبة الكاظمية جنة الفردوس، زيارة الإمام والنشيد أحسنت، يعني لا تسعني الكلام، ما أعرف شلون أعبر لك إياها، ولكن يعني فد شيء عظيم ويغبطك عليه كل القراء والمنشدين على هاي الوقفة يعني العظيمة حقيقة أمام الإمامين. أنا دائما يعني لما أتشرف بقراءة نشيد العتبة الكاظمية المقدسة، إذا كنت يعني أنت وياي أو عبد العظيم أو ملا سجاد أو ملا علي الكناني، الله إن شاء الله يحفظ الجميع، أنظر إلى منائر الإمامين الجوادين عليهما السلام. حقيقة لما أنظر إلى المنائر المباركة أشعر بالشموخ. أحسنت. لأن أنت تنظر الإمام موسى بن جعفر اللي كان في قعر السجون، وإذا تنظر إلى المنائر وتنظر إلى هؤلاء الزوار اللي يجوا من كل الأماكن يجون لحضرة باب الحوائج، فلما تنظر لحضرة الإمام الكاظم القبتين المباركتين وحضرة الإمام الجواد عليه السلام والمنائر، حقيقة تزداد شموخ، تزداد عطاء. أكيد. حقيقة الإنسان يسيطر على نفسه الأمارة بالسوء. أحسنت. يحس يستشعر من أنه أنا خادم الإمام الكاظم عليه السلام. بالإضافة لهذا قاطعك بخير ملا، أنت يعني تقف بين يدي الإمامين. أي والله. بهذه اللحظات حقيقة يعني أنا ولو السؤال موجه لأخويا مصطفى. لا أنا قلت السؤال لثلاثتكم. الله يبارك بيك. يعني فد شيء ألمسه لما أقرأ النشيد. أنا الله سبحانه وتعالى طبعا متفضل علي أنه يوميا أقرأ النشيد ليلا ما شاء الله ما شاء الله، أو أغلب الأيام الأسبوع الحمد لله. أنه في هذا النشيد أنا شخصيا يعني حوائج صعبة انقضت لي بهذا النشيد المقدس. يعني طبعا أكيد زيارة الإمامين، أنه أقدم حاجتي قبل لا أقرأ النشيد، أشوف حاجتي والله العظيم بدون أي مجاملة وأمام العالم أحكيها، بدون أي مجاملة وبدون أي كلمة زايدة من عندي، أنه أقدم حاجتي أكثر من مرة، أخذ الحاجة ورا لحظات من ما أطلع من هذا النشيد. أكيد. هاي أحد خدام الحسين، يعني هذا شرف عظيم، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. اي والله ان شاء الله. يعني انا اتذكر فد مره واحد من خدام الحسين يقول انا رحت لكربلاء المقدسه، قصدت الامام الحسين عليه السلام واخيه ابي الفضل العباس سلام الله عليهما. يقول طبيت على الامام الحسين، ايش تتصورون بمن حلف الامام الحسين؟ بمن؟ يقول قلت له اقسم عليك بملا حمزه الصغير سيدي، اقسم عليك بكاظم منظور، هذول خدامك، هذول بقوقت وياك، هذول من الصغر من نعومة أظفارهم لحد ما صاروا شيوخ كبار بالسن يخدموك. يقول والله وهذا الرجل هو موجود هنا من خدام الحسين اللي ملا حاتم ما شاء الله الكاظمي، شاعر طبعا من شعراء الكاظمية، تحيتنا له طبعا عبر شاشة كربلاء المقدسة. يقول رجعت للكاظمية، يقول رجعت أنا لقيت حاجتي مقضية. شوف هذا جاه خادم الحسين، جاه خادم الحسين.
وكذلك جاه خدام الإمامين الجوادين عليهما السلام، لأن الحسين والإمام موسى بن جعفر ومحمد وآل محمد هم واحد بقولبة واحدة، من شجرة واحدة، من شجرة واحدة. فإحنا إن شاء الله ببركات موسى بن جعفر نتمنى أن تديم هاي الخدمة وهاي البركة وهذا العطاء من بركات الإمام الكاظم، حتى مشاهدينا الأعزاء يسمعون من عندكم نعي أكثر وبكاء أكثر. أنا طبعا ما أريد أكثر بالسؤال والسوالف، وهاي الزوار في هذه الليلة ينعون على الإمام سلام الله عليه ويبكون على الإمام موسى بن جعفر. ليلة حقيقة جدا عظيمة. فلذلك أنا أتخطر أبيات لأحد الشعراء اللي أنا ما أتذكر اسمه، يقول: تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. طبعا الأمة اللي نقضوا عهد رسول الله، طبعا مو احنا، يعني حتى أخاف واحد يقول عبالة احنا جايين نذم نفسنا، لا احنا ما نذم نفسنا. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عناد. هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد. لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهرك من الأحقاد، وضعوا على جسر الرصايا فتنعشه وعليه نادى بالغوان منادي ولي على الماس. قضى العمر قضى العمر مالوم. هالليلة بالآهات نجرونه الدمعات، والله هالليلة بالآهات نجرونه الدمعات، يا قاضي الحاجات قلب المحيب مهموم، ويلي على المسموم، ويلي على المسموم. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا محمد بن علي الجواد يا سيدي ومولاي سيدي يا موسى بن جعفر، أقسم عليك بأمك حميد المصفات، وأقسم عليك يا سيدي بحق معصومة وبحق ابنك الرضا وبحق أولادك صالح وأحمد وبحق الإمام القاسم عليه السلام. يا سيدي الزوار بعيونك يا باب الحوائج، أنا أدري